السادة المشاهدين، حضرات المتابعين، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في الوطن العربي والإسلامي. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. الموسم في الرابطة المحترفة، مباراة بمعطيات نتمناها أن تجعل هذه المواجهة في المستوى المطلوب، أكثر استحواذ، ولكن السيطرة لا تعني الفوز، والاستحواذ لا يعني شيئا أمام نتيجة متعادلة. أسامة قدور من هناك ينطلق، يبحث عن التوزيعة، هنا الراسية والهدف الأول. 1-0 لمولودية وهران. الهدف الأول في الشباك العاصمية، الهدف الأول في شباك المتصدر، في شباك الليدر. أبو بكر الطراوري يلغي تعادل الأصفار، يغير معادلة المواجهة. 1-0 لأبناء الحمري. الأفضلية صارت وهرانية، أفضلية الأداء صارت أفضلية على مستوى النتيجة. أبو بكر الطراوري يقدم نفسه بأول الأهداف لجمهور مولودية وهران. 1-0 وهراني في الدقيقة 23. شاهدوا كيف بدأت الفكرة. هنا المراوغة من أسامة قدور، يقدم العرضية ثم وصلت لأبو بكر الطراوري بكرة وبراسية ذهبت إلى حيث يجب أن تذهب. كرة تستقر في مرمى الحارس قندوز. العين بصيرة واليد قصيرة أمام هذه الراسية يا قندوز. العين بصيرة واليد قصيرة أمام هذه الضربة يا قندوز. أهل الأرض يسجلون في مرمى الدفاع الأقوى في البطولة. أبو بكر الطراوري ينتفض في وقت الحديث عن الصفقات، عن ميركاتو الشتوي. يأتي أبو بكر الطراوري ليسجل أول الأهداف. من الجانب الوهراني تمريرات ولمسات ونقلات عاصمية بحثا عن التعادل. هذه كرة لمولودية الجزائر في منطقة الجزاء. التعادل يأتي، التعادل يأتي بأقدام زين الدين فرحات. هدف التعادل لمولودية الجزائر، 1-1 في هذه اللحظات. المولودية العاصمية تسجل، المتصدر الليدر يعود في النتيجة. هدف مقابل هدف في هذه المباراة. مشاهدينا الأفاضل، 5 دقائق قبل نهاية الوقت الرسمي من عمر هذه المرحلة الأولى. 1-1 في المباراة بين مولودية وهران ومولودية الجزائر. تمريرات ونقلات انتهت بهدف في شباك زغبة. هدف مقابل هدف، لعبة ممتازة عاصمية من هناك. شوف التبادل الكروي، ينتهي بكرة في شباك مولودية وهران عن طريق فرحات الذي يعادل النتيجة، يتمكن من التسجيل، ينجح في التعديل. يلعبون الليلة من أجل محو آثار الخيبة القارية، من أجل تجاوز الهزيمة الإفريقية، والهزيمة التي لا تكسرك تقويك، والهزيمة التي من الفريقين. الكرة تلعب عاصمية، التدخل من الدفاع، زوغرانا مع قاسي، التدخل من معمر شاوش، ضاعت من علي مولودية وهران. فرصة تضيع وتهدر من جانب بورديم. هنا بيسراه أيوب عبد الله في المكان المناسب، يحول الكرة إلى الركنية. ركنية لمولودية وهران. كرة هنا تلعب، والهدف الثاني لمولودية وهران. الهدف الثاني لمولودية وهران. لحظات الشك يأتيهم باليقين في أصعب الأوقات، يهديهم الهدف الثمين، يهديهم الانتصار الثمين. مولودية وهران تفعلها في الموني تايم، تفعلها في الموني تايم، تفعلها في أصعب الأوقات. الهدف الثاني لمولودية وهران، الهدف الثاني لمولودية وهران لأبناء الحمري في الوقت الحديث عن أن المباراة
المسير إلى التعادل. يأتي إدوين يسجل الهدف الثاني لمولودية وهران. أبناء الحمري يحققون الثنائية أمام مولودية الجزائر في اللحظات الأخيرة. الهدف الثاني للمولودية الوهرانية. من سجل؟ هل هو إدوين؟ كيف لعبت هذه الكرة؟ هنا الدفاع، عبد اللاوي في ضد مرماه، عبد اللاوي ضد مرماه. مرمى مولودية الجزائر يكتوي بالنيران الصديقة، يكتوي بالنيران الصديقة، يكتوي بالنيران الصديقة في آخر اللحظات. عبد اللاوي أيوب يفاجئ قندوز بالهدف الثاني. 2-1 للمولودية الوهرانية. هل هو انتصار؟ هل هو انتصار تصحيح المسار؟ هل هو انتصار تصحيح المسار؟ يا له